لكم تاني احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين في الدنيا. وطبعا يا اسطى انا جالك النهارده بالنسخه السادسه من سلسله اشباح المجال. تمام قوي. النسخه بتاعت النهارده بجد وحرفيا حاجه يعني فوق الجمدان كده بشويه. بكفايه يا اسطى بس شكل الشات، يعني بص شكل الشات، الصوره حاجه مرعبه كده وحاجه جمدان لوحدها. تمام. دي الحاجه التانية اللي هو برضو هنا المميزات الجميله جدا، اللي هو تساقط ورد، تساقط اوراق شجر، الكلام ده بالشكل الروعه ده. تمام. او هنا برضو في ساعات ممكن تضيفها في الواجهه والدنيا دي. تمام. هنا بقى عندك يا اسطى الحاجات اللي هي هتميز النسخه دي عن اي نسخه تانية. هتخش كده، هتخش على الكلمه اللي بالانجليزي. تمام. وهنشوف المود بتاع الاعدادات، وهنا زراير الاضافات. نشوف بقى نبذه كده عن زراير الاضافات، الحاجه اللي هي فوق الجمدان بمعنى الكلمه. تمام. او هنا زراير الفيروس يا اسطى والمفاجاه. هنا منع التهنيج اي فيروس. طبعا دي زراير الفيروس كاملة اهوت، والنسخة مش هتهنج منك من اي فيروس، والنسخة برضو مش هتطلب منك تحديث نهائي. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا اضافات بقى لأول مرة يا اسطى. عندك هنا نزل الكل من الادمن بضغطة واحدة. هنا ادمن فيك، هنا فبراكة وقت الركات نفسها بنفس الشكل اللي انت شايفه ده. فحاجة بمعنى الكلمة حاجة يعني فوق الجمدان من وجهة نظري. تمام. او المفروض من وجهة نظر اي حد. طبعا هنا اضافات لاول مره زي ما انا قلت لكم. هنا ادخل بسرعه. بص يعني النسخه كلها حرفيا مميزات، يعني النسخه بجد حاجه فوق الجمدان بشويه. تمام. او هنا بقى اعرف مين اداك ادمن او نزلك من الادمن باشعارات. تمام. هنا اعاده توجيه، هنا تحديثات الويب. تمام كده بالشكل الروعة اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام. هنا تساقط التلج، تحركات التلج بقى والكلام من ده. عندك هنا قطع نت بصورة، قطع نت بفيديو، قطع نت بستيكر، قطع نت برسالة بالشكل الروعة ده. انا برضو النسخة فيها زراير قطع نت. تمام اوي. عندك هنا بقى فعاله عشان تسحب صور، فعاله علشان تسحب شتات صاحبك. تمام. الزرارين دول هفهمهم لك يا اسطى في القلب الفيديو، بس انت تكمل الفيديو للنهاية عشان تفهم وجهة نظري وتفهم كل ميزة في النسخة دي بالظبط. تمام كده. تمام اوي. بس يا اسطى لايك كومنت. تمام. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس، زائد برضو تكمل الفيديو للنهايه. هننزل بانترو صغير وهنكمل الشرح على طول. كمل الفيديو للنهايه. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ جيت لكم النهارده في فيديو جديد من قناه مندو الحاكم. تمام. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا كالعاده تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد لو دي اول مشاهده ليك. طبعا يا اسطى انا جالك النهارده بنسخه جامايكا. تمام. النسخه دي حرفيا نهايه المجال، يعني بجد نسخه اكتساح المجال، فيها مميزات جميله جدا جدا، ويمكن فيها حاجات لاول مره عامه تنزل في اي نسخه واتساب. تمام كده. تمام قوي. زي ما انت شفت طبعا في مقدمة الفيديو كده. كل اللي انا طالبه منك يا اسطى تكمل الفيديو للنهاية عشان تشوف المميزات اللي في النسخة دي، وما تفوتش حاجة غير اما تشوفها. تمام كده. تمام. او هو ده بس اللي انا طالبه منك يا اسطى. طبعا النسخة فيها شوية حاجات كده جمدان بمعنى الكلمة لازم انت تفهمهم. دي الحاجة التانية اللي هو النسخة بباسورد. تمام. والباسورد مكون من 4 أرقام، هقولهم رقمين في رقمين بصوتي. تمام. ممكن الفيديو بتاع النهاردة يطول، بس هيبقى حاجة غصب عني لأن النسخة حرفيا فيها مميزات يعني جمدان وكتير جدا. تمام. لازم انت تفهمها. اول حاجه معانا يا اسطى هنخش على الرمز اللي هو في الجنب ده. تمام. عشان نشوف المميزات اللي في النسخه عامه. طبعا ده انزل بالقلوب يا ابني، اللي هو هتشغل القلوب في النسخه زي ما حضرتك شايف كده. تمام. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده. عندك هنا بقى اللي هو تاني ميزه معانا، واللي هو انزل بالورد يا ابني. تمام. يعني بص حاجه روعه. تمام. بالشكل الجميل ده زي ما انت شايف كده يا اسطى. بقى هنلغي تفعيل ده كده عشان نبدأ نفعل كل حاجة لوحدها كده عشان النسخة تبقى شكلها أجمل يعني. هنا بقى انزل بورق الشجر. تمام. زي ما حضرتك شايف كده بالشكل الجمدان ده. هنا انزل بالرش يا ابني. تمام يا اسطى. زي ما حضرتك برضو شايف كده بالشكل الروعة ده. تمام اوي. بجد فيها مميزات جميلة جدا جدا زي ما انت شايف كده. عندك بقى انزل بالنجوم، انزل بورق النخيل، مش عارف ايه. الكورة عندك هنا واجهة البروفايل نفسها يا اسطى بالشكل الجمدان ده، ظهرت فوق اهوت. وهنا برضو خط الساعة في الشات نفسه. تمام. وهنا واجهة البروفايل برضو كذلك الأمر، برضو بالشكل الروعة ده هوريهم لك دلوقتي.
هنا خط صفر تحت اللي هو تحت خالص يعني، تمام، اللي هو ظهر تحت معانا ده، اللي هو ده يا اسطى، تمام كده، تمام. او هنا برضو الصور يعني، بص الشكل نفسه اتغير اهوت يعني، عندك من عند الصور هنا برضو اتغير بالشكل الجمدان ده، تمام، تمام اوي. يعني هي في مميزات جميله جدا بره كده، ده احنا لسه ما دخلناش جوه بقى الحاجات الجامده فعلا، تمام. هنا فولع في المود نفسه يا اسطى، المود نفسه، تمام، زي ما انت شايف كده كأنك قاعد في ديسك ومش في واتساب، تمام. يعني بص حاجة روعة، حرفيا حاجة روعة يا اسطى، تمام، تمام. هنلغي بس المميزات دي، تمام، عشان نبدأ اللي احنا نشرح ونشوف الحاجات التانية اللي هي الجمدان بقى، تمام. عندك هنا بقى اللي هو فوق ده، تمام، دي يعني يمكن شكل أول مرة عامة، تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده. عايزين بقى نلغي الكلام ده كله علشان نبدأ اللي احنا نفعل كل حاجة ونبدأ ايه، نشوف المميزات اللي في النسخة كلها، تمام، تمام. أوي هنلغي بس الكلام ده كله زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام. وهنبدأ بقى نشوف المميزات التانية اللي احنا عامة، تمام يا اسطى، تمام أوي. طبعا انت بقى هتخش هنا زي ما انت شفت كده، وهتختار كل حاجة بقى انت عايزها، يعني هي كل حاجة اساسا متعربة زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام، تمام أوي. هنطلع كده مع بعض، وعندك بقى هنا بالشكل الجمدان ده، عندك هنا الفانزات، السهرات، الستايت، الصداع بالشكل الروعة ده. طبعا هنا اضافة اكتر من حساب لو انت عايز تضيف اكتر من حساب، تمام. طبعا هنا وضع الطيران، هنا الوضع الفاتح عامة بتاع النسخة بالشكل الجمدان ده برضو، تمام. ده بالنسبة للوضع اللايك اللي هو الوضع الفاتح يعني، تمام، في النسخة بالشكل الجمدان ده، تمام. طبعا احنا هنكمل بالوضع الداكن وهنشوف كل حاجة في النسخة دلوقتي، تمام. هو الوضع الداكن يعني احسن، تمام كده. هتخش على الثلاث نقط يا اسطى بعد كده، اللي هو اول كلمة اللي هي بالانجليزي دي، اللي هو الاعدادات، المودز يعني، تمام، تمام أوي. هنا يا اسطى اول حاجه معانا واللي هو زرار الاضافات الجديده، تمام. اول حاجه بقى معانا يا اسطى، طبعا هفهمك الزرارين دول بيعملوا ايه بالظبط وايه دنيتهم، بس شويه كده، تمام. هتخش زرار الفيروس ومفاجاه جديده، تمام. اول حاجه معانا واللي هو منع تهنيج اي فيروس، يعني دي زراير الفيروسات اساسا تفعلها يا اسطى كلها كده عند اللزوم، لو حد بيرمي عليك فيروس الكلام ده كله، تفعل يا اسطى كل الزراير دي عند اللزوم بس، تمام. لو حد بيرمي عليك فيروس او انت بترمي فيروس على حد، تمام كده، تمام أوي. هنطلع كده مع بعض، وعندك هنا إضافات لأول مرة اللي هو في براكت وقت الريكورد نفسه، عندك الوقت نفسه هو زي ما انت شايف، الوقت ده اللي هيظهر في الريكورد يا اسطى لما انت تيجي مثلا تبعته لحد او حد يبعته لك، انت متخيل، تمام. يعني ده شكل جميل جدا وحلو جدا، تمام، تمام أوي. لأي شكل بقى انت عايزه عادي زي ما انت شايف كده، تمام، تمام أوي، تمام يا اسطى، تمام أوي. هنضغط كده موافق، تمام، بعد ما احنا خلاص بقى اخترنا، شوف انت هتختار ايه وهتعمل ايه، تمام. هنا بقى ادمن فيك يا اسطى اللي هو ادمن تلقائي، تمام. لو انت عايز مثلا تنزل كله بضغطة واحدة الكلام ده، لا ده ادمن فيك يعني، ده فيك بس ما هوش ادمن لسحب الرومات يعني، تمام. وهنا الخاصية دي نار، تمام، اللي هو ايه، لن يتم الغاء بعد رسالة محددة. ازاي بقى؟ لو انت حددت مثلا شوية فيروس كده كتير او شوية رسائل عامة كتير وعملتهم اعادة توجيه لشخص اخر، بيفضلوا برضو متحددين زي ما هم، تمام. بتقدر انك تعمل اعادة توجيه لاكتر من مرة وهم لسه متحددين، وانت ما تقعدش بقى تحدد كتير والدنيا دي، تمام. فده يعني دي ميزة جميلة جدا، لازم انت برضو تكون مفعلها دايما، تمام. هنا بقى نزل كل اللي في الادمن بضغطة واحدة، ده برضو لو انت داخل في مسابقة رومات، تمام، وعايز تنزل كل الادمن بضغطة واحدة، طبعا بعد ما بتفعل الزرار ده بيظهر لك زرار تاني عند الروم، تمام، بيبدأ ينزل لك كل الادمن بضغطة واحدة. بس دي برضو حاجة فيك يعني، دي حاجة مش حقيقية برضو، تمام. بس ده الفكرة في ايه، الفكرة لو انت مثلا داخل مسابقة رومات، تمام، وعايز تنزل الكل من الادمن بضغطة واحدة بس مش اكتر، تمام، تمام اوي. هنا بقى توفير البيانات نفسها اصلا بتاعت الفون، يعني عشان الرصيد الكتير بقى والدنيا دي اللي بيستهلك يعني. هنا دائرة الرقابة الداخلية ظهر النص، تمام، مش فاهم ايه الزرار ده بالظبط بس عادي قشطة يعني. هنطلع كده مع بعض، هنا بقى اضافات لاول مرة، تمام، ماشي يا اسطى، احنا دخلنا على دي قبل كده. إيه هنا بقى جامايكا بيضحي، طبعا دي نسخة جامايكا زي ما قلت لكم، تمام. عندك هنا يا اسطى تمكين تغيير رقم عدد الرسائل نفسه، وهنا شوية اعدادات جميلة جدا كده. هنا اعادة توجيه لكل اللي عندك، تمام، النسخة تعمل اعادة توجيه الرسائل اللي انت كنت عامل اعادة توجيه اليها بس مش عارف ايه، الزراير هتروح لكل اللي عندك، تمام. هنا يا اسطى الزرار ده يعني برضو اعادة توجيه تلقائي، تمام، اعادة توجيه تلقائي. طبعا كل حاجة بالعربي اهوت، انت لو وقفت اي على اي حاجة برضو كل حاجة
متعربه لك يا اسطى زي ما انت شايف كده. هنا بقى اعرف مين اداك ادمن او نزلك. يعني ده يا اسطى لو حد رفعك ادمن هيجيلك اشعار، حد نزلك من على الادمن برضه هيجيلك اشعار. تمام. يعني دي حاجه جميله جدا في النسخه. هنا وضع علامه الاشخاص في الروم، وضع علامه الاشخاص في الروم. تمام. هنا اسرع بي سي. برضه مميزات جميلة جدا وحاجات جميلة جدا. هنا تحديثات الويب نفسها، الزراير متفعل. تحديثات الويب لو النسخة جالها تحديث والدنيا دي، بس ان عامة النسخة مش هيجيلها تحديث ان شاء الله. تمام. تمام اوي. هنطلع كده مع بعض. هنا جامايكا برضه بيضحي. تمام. ده طبعا متصفح يا اسطى زي ما حضرتك شايف كده يعني. اليوتيوب، جوجل، انستجرام، واتساب، فيسبوك، تويتر، الكلام ده زي ما انت شايف كده يعني. تمام. تمام اوي. هنا بقى ادخل بالسرعة يا روحي. تمام. عندك هنا قناة التوينز، وهنا مش عارف ايه، ده التواصل مع جامايكا يعني. تمام. تمام اوي. هنطلع كده برضو مع بعض وهنبدأ نشوف كل حاجة في النسخة تاني. يعني بص احنا لسه ما عملناش حاجة في النسخة يعتبر. طبعا يا اسطى اول رقمين في الباسورد 30. تمام. اول رقمين في الباسورد 30. كمل بقى عشان تسمع تاني رقمين في الباسورد. بص بقى يا اسطى، عندك ده فعله عشان تسحب صور. تمام. اول ما تفعله وحد يبعت لك كريك هتلاقي صور الفون كلها عندك. تمام. دي حاجه ما تعقلش، دي حاجه دلوقتي ما تعقلش. انا ممكن اقول لك النسخه دي بتسحب صور، لا يا اسطى مفيش الكلام ده. واي حد يقول لك الكلام ده قول له انت كذاب. تمام. مفيش يا اسطى الكلام ده، مفيش سحب صور ولا الحوارات الفكسانه دي، غير بحاجات معينه، حاجات بلاب يا اسطى والكلام من ده بس. انما نسخه واتساب تسحب صور قول له انت كذاب في وشك. تمام. هتقول لي انت منزلها على على الصوره المصغره. اقول لك يا اسطى انا عملتها على الصوره المصغره علشان برضه اثبت لك في الفيديو ان الطريقه دي كده. تمام. تمام أوي. هنا برضه هيقول لك طريقة تانية اللي هو فعله عشان تسحب شتات صاحبك. تمام. يعني دي حاجة بذمتك تعقل؟ يعني انت الشتات صاحبك هتسحبها ازاي اساسا بعد ما انت تفعل زرار زي ده؟ تمام. يعني دي برضه حاجة فيك يا اسطى. يعني الزرارين دول فيك اساسا ملهمش اي لازمة، منضافين في النسخة كده وخلاص، خيال مآتة. تمام. بس يا اسطى يا رب انت تكون يعني فهمت وجهة نظر انا شكلها ايه. انا ممكن كنت اقول لك دلوقتي دول شغالين 100% واطلع ترند زي اللي بيطلع، بس انا لا يا اسطى. تمام. هنا بقى تحريك الواجهة الرئيسية اللي هو ال 3D. تمام. التحريك اللي في النسخة عامة هنشوفه دلوقتي مع بعض، حاجة روعة بمعنى الكلمة. تمام. وطبعا هنا تحريك الشتات في الواجهة والايموجي بقى والدنيا دي يعني بالشكل الجمدان ده، وهوريك دلوقتي التحركات روعة بمعنى الكلمة. تمام. تمام أوي. هنا بقى تساقط التلج يا اسطى، لو انت عايز تفعل تساقط التلج، عايز تلغيه، الكلام ده كله دي حاجة بكيفك يعني. بس طبعا الورد والكلام ده بره، فمش هتحتاج انت اساسا تساقط التلج. تمام. طبعا هنا بقى قطع نت بصورة، قطع نت بفيديو، قطع نت بستيكر، قطع نت برسالة بالشكل الجمدان ده. دي طبعا زراير قطع النت. تمام. هنا طبعا اخفاء اخر ظهور بقى، توقيف اشارة محولة، اخفاء مشدد الستوري، الكلام ده كله دي طبعا المميزات اللي احنا متعودين عليها. تمام. وده طبعا اخفاء اخر ظهور يا روش. تمام. هيدخلك برضو على نفس الاضافات تاني. هنا اعدادات السمات، هنا لو انت عايز تحمل سيم يا اسطى بتحمله من غير اي مشكله، بس عشان النت عندي وحش. تمام. تطبيق سيم الملف، حفظ السيم، استعاده سيم، اعاده الضبط بتاع النسخه عامه بنفس الشكل الجمدان ده. طبعا دي اعدادات اللي هو المساعده، معلومات التطبيق ده طبعا الابوت. تمام. النسخه مش هتطلب منك تحديث وبالشكل الجمدان ده زي ما انت شايف كده. هنطلع كده مع بعض برضو هنكمل مع بعض. هنا اعدادات الشات بقى بتاعت النسخه اللي هو البر العلوي، الفقاعات والصح والصور والحاجات الجامدة دي. تمام. ودي طبعا المميزات اللي هي العادية. تمام كده. دي المميزات اللي هي العادية. دي طبعا الألوان بتاعت النسخة. وعندك ده الستايل والشكل، لو انت عايز تخلي النسخة باللي هو اللي واخد الآيفون بتبدأ تفعل ده وبتشغله. تمام. تمام أوي. هنا بقى تغيير نوع الخط يا اسطى، عندك هنا تغيير أيقونة التطبيق لو انت عايز تغيرها، تغيير أيقونة الإشعارات بنفس الشكل الجمدان ده. تمام. تمام أوي. هنطلع كده مع بعض. طبعا دي ده النسخ الاحتياطي والاستعادة لو انت عايز تركب ملف سرعة شغال 100%. هنا الاعدادات عندك ده لغة التطبيق يا اسطى، لو انت عايز تخلي لغة التطبيق انجليش بتبدأ تختار الوضع اللي هو التالت ده. تمام. وطبعا هنا لازم تفعل الزرار ده عشان ترسل الرسائل لأكتر من 250 شخص. تمام. وعندك برضو هنا لازم تفعل دول الآخر كده علشان ترسل الصور بوضوح عالي. تمام. تمام أوي. طبعا هنطلع كده مع بعض وهنشوف بقية المميزات برضو. تمام. هنا بقى الخلفيات، هنا البحث عن تحديث، بحث عن تحديث جديد. طبعا النسخة مش هتطلب منك تحديث أساسا. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل الروعة ده. هنطلع كده مع بعض
ثواني، احنا ما شفناش النسخه فيها استر كونفرزيشن ولا لا. هدخل دلوقتي وهوريكم الدنيا. هنا بقى التحركات يا اسطى، بص التحركات اشتغلت اهيت معاك من غير اي مشكله خالص بالشكل الجمدان ده، تمام يعني بجد وحرفيا حاجه روعه. تمام تمام أوي. في حاجه بقى عايز انصحك بيها، لو انت يا اسطى تليفونك ضعيف اللي هو راماته ضعيفه، ما تشغلش المميزات دي كلها مع بعض. تمام، دي حاجه. الحاجه التانية، ما تشغلش التحركات اساسا، الرسائل والكلام ده كله وانت بتحفل فيروس. تمام، برضو دي حاجه بتاثر على النسخه. تمام تمام أوي. طبعا التحركات اشتغلت اهيت وكل حاجه اشتغلت زي ما انتوا شايفين كده. ودي طبعا بالنسبه للقسم ده عامه، في حاجات بتظهر لك في الشات نفسه جامده جامده حرفيا. تمام تمام أوي. هنطلع كده مع بعض وهنشوف برضو لون الشات شكله ايه عامه. ده طبعا يا اسطى لون الشات، ودي التحركات في الشات عامه يا اسطى، والخلفيه بتاعت النسخة بجد وحرفيا حاجة يعني فوق الجمدان بمعنى الكلمة. تمام تمام أهو. هنمسح كده الكلام ده كله. تمام. طبعا الخلفية بتاعت النسخة هي زي ما انت شايف كده، يعني حاجة روعة روعة بجد. تمام تمام أهو. هنشوف كده مع بعض النسخة فيها أسطر كونفرزيشن ولا لأ. تمام. إيه طبعا الشاشة بس هي تقريبا مفيهاش أسطر كونفرزيشن. تمام قشطة. طبعا بس كده يا اسطى احنا خلصنا الشرح بتاع النهارده وخلصنا النسخه بتاعت النهارده تقريبا كده. نسخه بجد وحرفيا حاجه روعه بمعنى الكلمه زي ما حضراتكم شفتوا كده. واخر رقمين في الباسورد 50. تمام، اخر رقمين في الباسورد 50. ولو انت ما سمعتش اول رقمين في الباسورد ارجع واسمعهم عشان تشغل النسخة عندك من غير اي مشكلة خالص وتفك الضغط بتاعها. زي طريقة تنزيل النسخة هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. زي برضو طريقة فك الضغط اللي هو ازاي هتفك الضغط، يعني برضو البرنامج هتلاقيه في الديسكريبشن. زي تخش قناة التليجرام هسيبها لك برضو تحت في الديسكريبشن، بنزل فيها حاجات جميلة جدا وهتعجبك عامة. تمام. اسف جدا اللي انا طولت في الفيديو بتاع النهارده، بس حاجه غصب عني. النسخه فيها مميزات جميله جدا وحبيت ان انا اشرح لك كل حاجه في النسخه بالظبط. تمام تمام قوي. بس كده يا اسطى نكون خلصنا الشرح بتاع النهارده. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، واستنوا الفيديو الجاي هيبقى حاجه فوق الجمدان. ممكن يكون طريقه عمل ارقام امريكي شغاله 100%. تمام، وهتعجب الجميع، وطبعا كله هيعمل ارقام امريكي منها. تمام، وممكن تكون نسخة. فانت تتابعني على المنتدى في قناتي الكبيرة. تمام، وتتابعني برضو على التليجرام، وهتعرف الفيديو الجاي هيكون عن ايه. يلا سلام.